جايز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله، تكونوا مزيانين وفي افضل الاحوال ودوزتو اون تري بون سيمين، تكونوا ارتحيتوا شويه من ستريس القرايه وستريس لي زيكزام، وكلشي يكون هو هذاك في حياتكم ان شاء الله. باش بلا ما نطول عليكم في الانترو، مرحبا بكم في فيديو جديده. بعدا في هذا الفيديو هذا غادي ندوي لكم على اهم الحوايج اللي خاص تكونوا عارفينهم باش تدخلوا للباك وانتم مرتاحين وواجدين، وهما هادوك. دونك هذا الفيديو اللي كنت ولا انتي الا كنتي باقي في الثامنه كاتريام سانكيام وسورتو الا كنتي في بروميير اني باك. ما عليناش، قبل ما نبدا بغيت نقول لكم باللي في هذا الفيديو هذا ما غاديش ندوي لكم على القرايه، يعني ما غاديش نقول لكم شنو غتبريباريو وشنو غتوجدوا، ما غاديش نقول لكم مثلا ها الفيزيك شنو غديروا فيه، ها المات شنو غديروا فيه. غادي ندوي لكم على الحوايج اللي مهمين بزاف، مواضيع اللي حتى هي مهمه وحتى هي خاصكم تردوا لها البال بزاف قبل ما توصلوا للباك. وغادي ندير لكم فيديو اخرى اللي غندوي لكم على شنو تبريباري وكاو كنتو بغيتو توجدوا في الصيف ولا حتى في وسط العام، شنو خاصكم تركزوا عليه وشنو خاصكم تراجعوا مزيان، حيت ماشي ديما كتكون القرايه ولا كور هما اهم حاجه باش حنايا نكونوا ناجحين ولا نكونوا متفوقين في قرايتنا، وانما كيكونوا حوايج اخرين اللي حنا غالبا ما كنغفلوا عليهم وما كنردوش لهم البال، وحتى هما كيكون عندهم تاثير كبير بزاف على قرايتنا. So let's start. اول حاجه غادي نبغي نسولك انت دابا اللي كتفرج فيا، غادي نبغي نسولك حاجه واحده، هي اشنو الباك بالنسبه لك، ولا شنو هي النظره اللي عندك في بالك دابا على الباك. الاغلبيه ديالكم غادي تجيهم في بالهم هو الوطني، هو ديك 3 جوغ ديال الوطني اللي كتكون عامره ستريس وعامره خلعه وعامره بالضغط. هذه الفكره اللي كتجينا في بالنا فاش كنسمعوا الباك، ولكن لا، الباك راه ماشي هو ديك 3 ايام اللي كدوز فيها الامتحان. الباك راه هو عام كله، يعني من شهر 9 حتى شهر 5 ولا 6 وقت اللي كان عندك فيها الامتحان. ماشي هو الدوره الثانيه وماشي هو الدوره الاولى بوحدها، عام كامل. دونك انت خاصك تكون ذكي، وفاش تكون داخل الليسي في شهر 9 ما بغيتكش تكون داير في بالك انك انا غادي نبقى كنضحك وكنلعب العام كامل، فاش تبقى شهر شهرين لهذيك 3 ايام عاداش نجمع راسي ونبدا نقرا. لا، ماشي هادشي اللي خصكم ديروا. خاصكم تدخلوا الليسي النهار الاول بجوج ديال الاسلحه. السلاح الاول هو انك تكون عارف كيفاش تقسم جهدك على العام كامل، والسلاح الثاني هو تكون عارف كيفاش تنظم وقتك، حيتاش الا كان عندك هاد جوج ديال الاسلحه كون اكيد ان الباك في الجيب بلا نوت اللي انت بغيتي وبلا نوت اللي انت كتحلم بها. اوكي، تقولوا لي كيفاش نقسموا جهدنا على العام كامل، شنو قصتي كذا؟ غنقول لك باللي كاينين شي وحدين، ماشي كلشي كيديرها، ولكن كاين واحد الفئه اللي كيدخلوا اللي كنت انا منهم. انا مع كتدخل لبدايه العام كتكون باقي موتيفي، خصوصا فاش كيكون عندك داك الهدف في راسك ديال انا باغي نجيب 18، انا باغي نجيب 17 19، كتدخل وانت بواحد الانرجي، بواحد الطاقه راه مجهده. دونك من الاول كتولي انت باغي تقرا 13 ساعه في النهار، من الاول كتولي انت باغي تفيق مع الخمسة وتنعس ساعتين في النهار، وفهمتي كتولي عاطي ضاغط على راسك بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف، وكتنسى انه راه باقي تابعك ما عرفتش شحال من شهر خاصك دير فيه داكشي، والوقيته اللي خاصك دير فيها نتايا داكشي اللي خاص بصح انك تولي تفيق فيها بكري وتعطي فيها الجهد وتعطي فيها لاطاك، كتلقى راسك عييتي. علاش؟ حيت انت من شهر 9 وانت ما عطيتش لراسك الراحه، قللت النعاس، قللت الماكله، بزاف ديال ستريس، بزاف ديال الضغط. دونك هادشي كيخرج عليك. اوكي، شنو هو الحل في هاد لوكا؟ انا ما كنقولش لك ما تقراش ولا ما تعطيش الجهد من الاول، بالعكس كون اجور مع الدروس. الدرس اللي درتوه جي خدم فيهم سيري دي زيكزارسيس، خدم الوطنيات، دير بزاف ديال داكشي اللي خصو يدار ديرو، ولكن بشويه بشويه، يعني كل نهار خدم شويه، كون اجور وصافي، ما تكثرش على راسك. ثاني حاجه التنظيم ديال الوقت. فاش كنسمعوا الباك راه ما كيعنيش انك مثلا الا كنتي كتريني في لاصه ولا شي حاجه خاصك تحبسو، الا كنتي كدير اي حاجه خاصك تحبسها على وديت الباك ولا لا. يكفي انك تكون عارف كيفاش تنظم وقتك، عارف مع اش غادي تفيق مثلا، مع اش غادي الوقت اللي تخصو للقرايه، الوقت اللي تكون فيه في المدرسه، الوقت اللي تمشي تلعب فيه كره، ولا غادي تمشي فيه تريني ولا دير اي حاجه، فهمتوني؟ دونك الا نظمتوا وقتكم والا نظمتوا حياتكم ما غاديش تحتاجوا كاع تحبسوا حتى شي حاجه على وديت القرايه ولا على وديت الباك. ومن غير هادشي ندوي لكم على التنظيم حتى ما بين المواد وداكشي اللي غدوزو فيه الامتحان. انا شخصيا كنت كندير واحد الغلط ديال مثلا كنعطي لهاد الماده هادي الوقت كثر من هاد الماده هادي، رغم انهم راه بجوج ما ندوز فيهم الناسيونال وبجوجهم يقدروا يطلعوا لي لا نوت يهبطوا لي لا نوت. دونك حاولوا تنظموا وقتكم. في الاول غادي يكون السيستم ديالكم مخربق، ما عارفينش وقتاش تقراو وشنو تقراو باش تبداو فين تساليو داكشي، ولكن انا غادي نقول لكم الحل. شوفوا، التخطيط والتنظيم هو السر ديال النجاح. الا بغيتي تكون ناجح في حياتك كامله خطط لها حاجه بحاجه، خطوه بخطوه. نقول لكم انا شنو كنت كندير في الباك. كل سيمانه كل حد بالليل كناخذ ورقه كبيره، شو دوك ورق الزبده،
كناخدها كنقسمها على ايام اسبوع كاملين، كندير فيها السوايع ما عادش كنفيق وما عادش كنعس. مثلا كنت كندير 5 كنعس مع 11 ولا شي حاجه بحال هكا. كان الاوقات اللي كنكون فيهم في القرايه حتى هما كنحيدهم باش هذوك كنكون فيهم في المدرسه دونك ما عندي ما ندير فيهم. اوقات اللي كنكون فيهم في الدار وباغي نبريباري فيهم هادوك كنجي كنخدم عليهم. هاد 3 السوايع هادي نخليها الماط، هاد 2 السوايع هادي نخليها الاس بي تي، هادي بحال هكا. وهكا كنديرهم لدوك الايام كاملين ديال لا سيمين. دونك على الاقل كتكون عندي واحد الفكره في راسي على انا شنو باغي ندير هاد السيمانه. مثلا شنو الدروس اللي غادي نخدم عليهم في هاد لا سيمين، واش غادي نراجع داكشي اللي درت السيمانه اللي فاتت، واش غادي نسبق للبروف ونخدم شي حوايج اللي هو باقي ما دارهمش معانا. فهمتوا؟ كتاخذوا غير واحد الفكره بعدا على هاد السيمانه كيف غادي دوز عندكم. ماشي ضروري 100% تحترموا داكشي، راه الله يحسن العوان. يقدر يجي النهار اللي تمرضوا فيه، يقدر يجي النهار اللي غير تحسوا براسكم نو انرجي، ما فيكم اللي قرا، ما فيكم اللي دير حتى شي حاجه، يجي النهار اللي تجيكم شي خرجه على غفله. دونك فهمتوا؟ يقدر داكشي ما تحترموش 100%، ماشي عيب وماشي مشكل. حاجه اخرى، حاولوا ديما تخليو كتبكم وداك الاوراق باش كتقراو داكشي حتى هما منظمين هكا مجموعين، ماشي ضروري بزاف الزواق ماشي داكشي، ولكن فهمتوا كل حاجه عزلوها بوحدها. بحال انا كنت مثلا الوراق ديال الاثبات كنعزلهم بوحدهم، فلسفه بوحدهم، مات بوحدهم، باش داكشي حتى كيخلي لك شهيه انك تقرا. كتجي كتلقى داكشي مرتب، كل حاجه عندك بوحدها. بغيتي شي حاجه نيشان كتمشي ليها، ما كتبقاش مخربق. اوكي بحال هادو فهمتوني. دابا هادي ديال الفلسفه، المهم هادو مات. فهمتوا؟ يعني كتجيكم ساهله باش انكم توصلوا لكل حاجه وقت ما بغيتوها. ندوز معكم واحد الحاجه اخرى اللي مهمه وغادي نبغيكم تبقاو دايرينها في بالكم، هي انه الوقت راه دغيا كيدوز. الوقت فريمون دغيا كيدوز. يعني غادي تدخل شهر 9 تقول اوكي شهر 9 باقي الحال، شهر 6 الوطني بعيد، شهر 11 12 3 4 وطني وصل. حتى حاجه ما بعيده، والوطني راه ما بعيدش، راه فريمون داكشي دغيا كيوصل. شوفوا بقاو ديروا لي كالندري، سواء شريوها وخليوها قدامكم ديما تبقاو تشوفوا فيها، سواء قدوها وعلقوها في الحيط في البلاصه فين كتقراو. حيت وقت ما النهار اللي فقتوا كتكونشيو على النهار ديالكم، كتقولوا اوكي راه داك النهار راه قرب، داك النهار ما بقى ليه والو. داكشي علاش ما تبقاوش تاجلوا بزاف في المراجعه وتقولوا اوكي الشهر الجاي نبدا، السيمانه الجايه نبدا، غدا نبدا. داكشي راه ما مسلكش. شوفوا خذوها نصيحه من اختكم، بعدوا من الناس اللي كيبقاو يقول لكم اوكي هذاك راه غير باك، علاش زايد فيه بحال هكا، الشهر الجاي نبداو ولا نمشيو نديروا لي كور ولا كذا، راه ما تزيدوش فيه. هاد الناس هادو بعدوهم عليكم. فين ما يقولوا لكم يلا نخرجوا بلاصه نمشيو نقراو شي حاجه، قول ليه سير اخويا في حالك، خليني انا نقرا، خليني انا نخدم مع راسي. حيت راه محيط كيلعب دور كبير كبير بزاف، سواء عائلتكم سواء صحابكم سواء ولاد دربكم. المهم الناس اللي دايرين بكم راه كيلعبوا دور كبير كبير بزاف. داكشي علاش عرفوا تختاروا مزيان صحابكم، واختاروا الصحاب اللي غادي يقول لكم يلا نقراو، يلا نبريباريو، يلا نخدموا على راسنا باش نجيبوا شي نقاط اللي زوينين، بلاصه ما تختاروا داك الصحاب اللي غيبقاو يقولوا لكم اوكي هذاك غير باك ما تزيدوش فيه، غنبريباريو ليه يومين قبل الباك حلاوته عامين. داكشي راه ما كاينش. بعدوا عليكم هاد الناس، غيخرجوا لكم على قرايتكم وغيخرجوا لكم على واحد الحاجه اخرى مهمه بزاف، اللي هي صحتكم النفسيه. صحتكم النفسيه والجسديه راه مهمه 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 بزاف بزاف بزاف. غتقولوا لي كيفاش حنا غادي نكونوا كيفاش خصنا نقراو بزاف ومام طون نرتاحوا وداكشي. راه هنايا فين كيكون داك السر ديال تنظيم الوقت. ماشي ضروري خاصك تعطي الوقت بزاف غير القرايه والخدمه وتبقى نهار وما طالو نتايا هابطه على الكتب، ولكن خاصك تعطي الوقت حتى لراسك، ترتاح، تخرج تشم الهواء، تخرج مع صحابك، الدور فهمتي، تمشي تفوت. هادشي كامل راه كينفعك بزاف. والنعاس راه حتى النعاس انا درت واحد الغلط، هو انه واحد الوقيته فريمون وليت كنعس 2 3 في النهار، وكان باقي على الوطني شي شهرين وقيله ولا شهر ونص. المهم يعني باقي الوقت ومبقيتش كنعس مزيان. فاش قربت ديك 15 يوم داكشي وليت كنحس براسي عيانه بواحد الطريقه ما يمكنش. كنحس براسي والو، ما قادراش نفيق بكري، ما قادراش نبريباري، ما قادراش نهز ستيل، ما قادره ندير حتى شي حاجه. هادشي علاش حيت ما ديتهاش في راسي وما ديتهاش في صحتي. حاجه اخرى واللي حتى هي مهمه وعندها تاثير كبير، هي عرف راسك اشنو باغي. علاش انا غادي ندخل نقرا، علاش انا هذيك الخدمه وديك التماره، علاش غادي نضربها اصلا، علاش نمشيش نرتاح ونجلس وماشي سوقي ننجح ما ننجحش نسقط، شنو غيطرا كاع. حطوا اهداف ديالكم، حطوا الاحلام ديالكم، داكشي كامل كتبوه في ورقه وحطوه قدامكم باش تعرفوا نتوما علاش غتضربوا هاد التماره كامله، علاش غادي تخدموا هاد الخدمه كامله. جلس مع راسك وسول راسك داك السؤال ديال انا علاش باغي ننجح. شوف ركز معايا ركز معايا ركز معايا في هاد الهضره اللي غادي نقول لك دابا. الباك راه ماشي نهايه العالم، الباك راه ماشي صعيب، ماشي جحيم كيف ما كيحاولوا يوصلوا لنا في السوشيال ميديا، ماشي حتى شي حاجه من هادشي. الباك هو فقط مرحله في واحد الطريق اللي طويله وغزاله.
غزاله واخا صعيبه واخا فيها بزاف ديال الحوايج اللي غادي يحاولوا يوقفوك، بزاف ديال الحوايج غادي يحاولوا يطيحوك، ولكن راه الطريق زوينه. والباك مرحله من هذوك المراحل اللي غادوز منهم. دونك غير هي الصعوبه فين كاينه انه غادي نوعا ما غادي يحدد لك المصير ديالك. دونك الا خدمتي مزيان جبتي شي اكول زوينه غادي يكون شويه المستقبل ديالك باين قدامك، عارف راسك شنو غادي دير، عارف راسك فين غادي توصل. سينو غادي تبقى تالف مخربق كتقول انا شنو غندير، شنو كندير دابا في حياتي، شنو غندير في حياتي من بعد. فهمتوني؟ كل واحد فيكم دابا نتوما كاملين اللي كتشوفوا هذا الفيديو قادر يوصل، قادر انه ياخذ داك الباك بلا نوط اللي هو باغي يوصل، يدير ليكول اللي هو باغي يحقق كاع داكشي اللي باغي. راه الباك ماشي صعيب والله حتى ماشي صعيب، هو غير فيه ستريس فيه الضغط، هادشي عول عليه، ولكن الا عرفتي تجاريه الا عرفتي تتعامل معاه هادشي كامل ما غاديش يوقف قدامك باش انك تجيب لا نوت اللي انت كتحلم بها. غير ديرو كهدف، دير فيه راسك، الا درتي فيه راسك والله حتى غادي تجيبو، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه عام بحال كاع الاعوام بحال كاع السنوات اللي كدوز منهم. خاصك غير تقول انا اوكي هاد الباك غادي نجيبو بهاد لا نوت وغادي نخدم عليه وغنسهر عليه وغندير غادي دير داكشي. ثق في راسك، ثق في الله، ثق في القدرات ديالك، وحتى باش ما تخليش العديان يتشفاو فيك. هذوك الناس اللي الحلم ديالهم انهم يسمعوا فلان سقط، فلان راه ما جابش الباك، ما تخليش لهم فرصه باش انهم يقولوا لك هذا الشيء اصلا، ما تخليش لهم فرصه باش انهم يتشفاو فيك ويبقاو يقولوا اوكي هو اللي دارها بيديه فاش كنا حنا كنقراو وهو كان كيدير. صدم ليا البعصا وجيب داك الباك. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، حاولت ندوي لكم شويه من كل حاجه، ندوي لكم شويه على الباك، شنو كيتسناكم ايتو. غادي ندير لكم فيديو اخر اللي غادي ندوي لكم فيه على شنو خاصكم تبريباريو، شنو خاصكم تركزوا عليه سواء دابا في الصيف ولا حتى شنو غادي يجي من بعد، يعني وسط العام. فهمتوني؟ ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع اي واحد باقي يتابع الباك، وهذا ما كان، خليتكم على خير.